ازيكم عاملين ايه؟ حد اخد باله قبل كده ان الواحد لما بيجي يعمل حاجة جديدة في حياته او ياخد قرار جديد او يعمل حاجة ما عملهاش قبل كده، ان العائق الوحيد قدامه بيبقى هو نفسه. نفسك هي العائق الوحيد اللي بتقف قدامك لما تيجي تعمل اي حاجة جديدة انت ما عملتهاش قبل كده، او بمعنى اصح هو مخك هو اللي بيقعد يطلع لك الخطط الفطسانة في القرار ده او الحاجة الجديدة اللي انت عايز تعملها، لان هو بيبقى عايز يريحك وبيبقى عايز يريح نفسه من الحاجات الوحشة اللي هو شايف ان انت ممكن تتعرض لها لما تاخد القرار ده او لما تعمل الحاجة الجديدة دي. طيب تعالى كده اقول لك او اوضح لك الآلية اللي بيشتغل بيها مخك عشان يقوم بعملية الفشكلة بتاعت البروجكت الجديد اللي انت عايز تعمله ده. تعال نوضح الموضوع بشكل مبسط جدا، وهنعتبر مخ الإنسان زي الكمبيوتر بالظبط. هو طبعا العكس، يعني هو الكمبيوتر اللي زي مخ الإنسان مش العكس، بس خلينا بس نبسط المعلومة ونتخيل ان مخ الإنسان ده هو الكمبيوتر بالظبط. فالكمبيوتر بيتكون من ميموريز ومايكرو بروسيسور. الميموريز هم ثلاث انواع من الذاكره موجودين في الكمبيوتر. اول حاجه الرام، وبعدين الروم، والكاش ميموري. الروم هي باختصار كده هي الذاكره الدائمه او النون فولاتايل ميموري، وهي الذاكره اللي بتخزن فيها الداتا اللي ما بتتمسحش خالص. انت بتحط فيها الداتا اللي انت مش عايزها تتمسح. قفلت الكمبيوتر، فتحت الكمبيوتر، كده كده الداتا دي ثابته وما بتتحركش من مكانها. تاني حاجه الرام، والرام هي الذاكرة العشوائية أو بيسموها الفولاتايل ميموري. يعني هي الذاكرة اللي انت بتخزن فيها الداتا بس بشكل مؤقت. يعني بمعنى أصح إن الكهرباء المتوصلة بالكمبيوتر لو فصلت، كل الداتا اللي في الرام دي هتتمسح. فالرام دي معمولة عشان بس المايكرو بروسيسور يستعملها في عملية البروسيسنج بتاعه، وهو عمال بيعمل بروسيسنج، عمال بيخزن فيها داتا وبياخد منها داتا وهكذا عشان تساعده في عملية التفكير والبروسيسنج اللي بيعملها. آخر حاجة هي الكاش ميموري، والكاش ميموري هي ذاكرة ذكية جدا. هي كل اللي بتعمله إن هي بتتوقع الداتا اللي ممكن يحتاجها المايكرو بروسيسور في المستقبل في عملية البروسيسنج بتاعه. يعني لما يكون المايكرو بروسيسور شغال على عملية معينة، فالكاش ميموري بتتوقع ان هو ممكن يحتاج اثناء عملية البروسيسنج دي داتا معينة مثلا من الهارد ديسك او من الروم. فتبدأ الكاش ميموري دي ان هي تخش تعمل سيرش في الميموري بتاعت الروم او في الهارد ديسك على الداتا اللي ممكن يحتاجها المايكرو بروسيسور في البروسيسنج بتاعه، فتقعد تعمل سيرش عليها وتجيبها له وتخزنها عندها في الكاش ميموري لغاية لما البروسيسور يجي يعمل العملية دي وياخد الداتا اللي هي بتتوقع ان هو عايزها. يعني طب ليه؟ لان الكاش ميموري دي بتبقى هي ميموري صغيره بتبقى جنب المايكرو بروسيسور، وفي نفس الوقت الداتا ترانسفير بتاعها او سرعتها في نقل البيانات سريعه جدا. في المايكرو بروسيسور مش بياخد وقت ولا بياخد مشوار ان هو ياخد الداتا دي منها، بيعمل كده عشان يبقى الوقت بتاع البروسيسنج قليل جدا على قد ما يقدر. يعني فعايز اقول لك بقى ان هو ده اللي موجود في مخ الانسان بالظبط. يعني تقريبا يعني عندك مخ الانسان بيتكون من ذاكرتين او بيسموهم العقلين. اولا العقل الباطن او بيسموه العقل اللاواعي اللي هو في الكمبيوتر يعادل الروم. وده العقل ده انت بتخزن فيه الذكريات بتاعتك بقى كلها، بقى ذكريات الطفولة، كل ذكرياتك بقى والبيانات بتاعتك والحاجات المهمة اللي بتحصل في حياتك. يعني كل ذكرياتك كلها بتتخزن في العقل الباطن بما انه هو العقل طويل المدى. يعني بيتخزن فيه الذكريات دي كلها، مش بتتمسح نهائي. ووقت ما انت تحتاجها في وقت من الاوقات، لو حد سألك انت مثلا وانت صغير في حضانة كنت في مدرسة ايه، هتقعد كده مثلا 10 ثواني ولا 20 ثانية بتفكر وتقول له انا كنت في مدرسة كذا وكنت بعمل كذا وكذا وكذا. فالذاكرة دي او العقل الباطن
البيانات اللي بتتخزن فيه ما بتتشالش خالص، هي ممكن بس تتنسي او يبقى صعب شوية ان انت توصل لها، لكن هي عمرها ما بتتشال. انت بس ممكن عشان انت ما بتستخدمش البيانات دي كتير او بتستخدمش الذكريات دي كتير ومش بتفكر فيها كتير، فتاخد وقت اطول وانت بتفتكرها بس، لكن هي موجودة وما بتمسحش نهائي. تاني عقل عندك هو العقل الواعي، اللي هو طبعا الرام في الكمبيوتر، ودي هي الذاكرة المؤقتة اللي هي انت كبني ادم بتخزن فيها البيانات اللي هي قصيرة المدى. يعني انت اكلت ايه النهاردة، وراك مشوار ايه النهارده، لبست ايه، اتكلمت مع مين، ايه الحاجات اليوميه اللي انت مريت بيها في يومك بتتخزن في العقل الواعي اللي هو الرام. وقصيره المدى لان هي لما انت بتخلص يومك وتنام وتصحى تاني يوم بتتمسح خالص يعني، او جزء منها بيروح للعقل الواعي لو انت الجزء ده مهتم بيه مثلا او عايز ان انت تحفظه كده بيروح للعقل الواعي. لكن الطبيعي ان انت لما بتنام وبتصحى العقل الواعي اللي هو الرام بيتعمل له ريست، عشان كده لما بتصحى بتحس ان انت دماغك رايقه كده والدنيا حلوه ومفيش مشاكل ومفيش حاجه شاغله بالك. لكن قبل ما تنام تيجي تنام على السرير تلاقي كل مشاكل الدنيا في دماغك. ليه؟ لان الرام بتاعتك خلاص اتملت على اخرها، محتاج ان انت تعمل لها ريست. وبعدين طبعا عندك المايكرو بروسيسور بتاعك اللي هو منطقة التفكير بقى عندك بقى. يعني منطقة التفكير المنطقية اللي عندك دي دايما بص على الرام، يعني من الآخر كده زي الكمبيوتر بالظبط. المايكرو بروسيسور دايما باصص على الرام عشان بيبدأ ان هو وهو بيعمل بروسيسنج بيخزن فيها داتا وبياخد منها داتا وهي بتساعده على عملية البروسيسنج. نفس الكلام برضو في البني ادم. منطقة التفكير بتاعتك اللي هو عقلك يعني دايما بيبص على العقل الواعي، دايما باصص عليه. دايما لما انت تيجي تفكر في اي حاجة مثلا ان حد مثلا جه بيقول لك مثلا ايه ما تيجي نخرج النهارده، دايما انت هتروح جاي ايه مفكر في ايه؟ هتفكر في الحاجات اللي حصلت النهارده، اللي هو مثلا تفتكر ايه ده، لا ده انا خرجت الصبح وتعبان، لا خلاص مش هخرج، مش هقدر اخرج والله. ايه ده، لا ده حد قال لي قبليه اتصل بيا وقال لي ان احنا هنخرج بالليل، فلا مش هينفع برضو اخرج والله. فبالتالي انت عقلك دايما اللي هو منطقة التفكير دايما بص على الرام اللي هي الذاكرة قصيرة المدى اللي هي بتاعت النهارده. مش بتبص على بعيد، مش بتبص على العقل اللاواعي العقل الكبير، لا بتبص على العقل الصغير دايما لان هو اسرع في نقل البيانات وكده يعني. طيب ناقص بقى اخر حاجه وهي زي الكمبيوتر كده الكاش ميموري. الكاش ميموري بقى عندنا احنا في البني ادمين موجوده فين؟ الكاش ميموري موجوده جوه العقل الواعي اللي هو العقل قصير المدى، تمام. وبتقوم بنفس برضو الوظيفه بتاعه الكاش ميموري اللي في الكمبيوتر، ان هي دايما بتحاول تساعد البروسيسور بتاعك على قد ما تقدر. يعني لو انت بتفكر في حاجه تساعدك وتخش على الذاكره او العقل اللاواعي تعمل سيرش عليها، تمام، وتجيب لك مواقف كتير من اللي حصلت مشابهه لده، عشان بحيث ان انت لو احتجتها بسرعه تلاقيها موجوده عندك في العقل الواعي، فما تاخدش وقت طويل في التفكير يعني. بس كده ده باختصار هو تكوين مخ الانسان اللي هو بنقول ان هو شبه الكمبيوتر يعني. طبعا مش 100% ولكن بشكل ايه مبسط كده هو شبهه يعني. طيب انا بقى استفدت ايه من كل ده بقى؟ تعالى بقى نشوف الموقف اللي هو انت دلوقتي مثلا عايز تاخد قرار جديد في حياتك او عايز تعمل حاجة جديدة في حياتك. زي مثلا خلينا نقول ان انت كنت قاعد على اللابتوب بتاعك وفاتح مثلا لينكد ان وشفت اعلان شغل، الشركة الفلانية طالبة كذا 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 كذا، تمام. وانت شايف ان انت عايز تقدم او كنت عايز تقدم في شغلانة زي دي. فايه اللي بيحصل بقى في عقلك ساعتها؟ بيخليك لا لا انا مش هقدم في الشغلانة دي وتقفل اللاب وتقوم. ايه بقى اللي بيحصل عشان رد الفعل ده يحصل منك؟ فالمفروض ان انت بعد ما عرفت تكوين المخ وعمليه البروسيسنج بتحصل ازاي، يبقى سهل جدا عليك ان انت تتوقع هو ايه اللي بيحصل يخليني اتقفل كده وما اقدمش على الشغلانه دي. بص يا باشا، بما ان انت دلوقتي محتاج تفكر، فبالتالي مخك بيبدأ ان هو يشتغل او البروسيسور بتاعك بيصحى وبيبدأ ان هو ايه عايز بقى يشوف بقى هيعمل ايه في الموقف ده. فالبروسيسور اول حاجة بيعملها ايه؟ زي ما احنا قلنا بيدخل على الرام اللي هو العقل الواعي ويبدأ ان هو بقى يعمل بروسيسنج ويفكر مع نفسه بقى والله ايه ده، ايه الشغل ده، الديسكريبشن بتاعه ايه، طب طبيعة الشغل ايه، طب الشركة دي اسمها ايه، طب انا هقدم ازاي، مش عارف ايه. ويقعد ان هو ياخد ويدي كده مع الرام او الذاكرة
الاخره المؤقته والدنيا ماشيه تمام، وهو عمال يعمل بروسيسنج وبيفكر في الشغل الجديد ده. قوم ايه بقى، تيجي الكاش ميموري اللي موجودة في العقل الواعي ده بنيتها السليمة جدا اللي هتخرب الدنيا دلوقتي علينا. طبعا هي شايفة البروسيسور محتار جدا في الموقف اللي هو محطوط فيه ومش عارف يعمل ايه، فهي قالت تتدخل وتساعد وربنا يسهل. تقوم الكاش ميموري بما ان هي ذكية جدا وبتحاول على قد ما تقدر ان هي تساعد البروسيسور في عملية البروسيسنج بتاعه، تقوم داخلة على عقل اللاواعي اللي هو الروم او الهارد ديسك، الميموري اللي بتشيل بقى الداتا الكبيرة جدا بقى اللي مخزنة كل حاجة والمواقف بقى اللي انت عديت بيها في حياتك والتجارب وكل حاجة. فالكاش ميموري تخش على الميموري دي وتبدأ ان هي تعمل سيرش على كل المواقف اللي شبه الموقف اللي انت فيه ده. اي شغلانه انت قدمت عليها قبل كده، كل الشغلانات اللي انت قدمت عليها والطرفات، كل بقى البلاوي بقى اللي انت عملتها في حياتك وفشلت فشل ذريع فيها، كل المرات اللي انت قدمت فيها اونلاين وقدمت فيها اوفلاين، كل المرات اللي انت اترفضت فيها في الانترفيو، بس كده. فتقومت جايبه كل المواقف السلبيه الفظيعه اللي هتخرب الدنيا دي، تمام. وهي فاكره طبعا هي بتساعدك، انا بجيب لك بقى الحاجات اللي هتساعدك بقى يا باشا، بقى ورينا هتعمل ايه. فتقوم جايبه لك كل شويه الحاجات دي ورميها لك على العقل الواعي اللي هو الرام، اللي هو متشاف من البروسيسور. فالبروسيسور وهو كان قاعد بيفكر كده فجأة لقى فيه مواقف وتجارب وحاجات قديمة جدا داخلة عليه، فيبدأ ان هو يشوفها بقى، ايه ده، انا قدمت على شغلانة قبل كده وما حدش كلمني، انا قدمت على الشغلانة الفلانية التانية وما نجحتش في الاكزامز بتاعتها، انا قدمت على الشغلانة التالتة والراجل اللي كان بيعمل لي انترفيو سألني سؤال وانا ما عرفتش اجاوب عليه عشان كانت حاجة جديدة بالنسبة لي وما عرفتش اجاوب عليه. اللي حصل معايا في الشغل الجديد اللي انا اتقبلت فيه وبعدين المدير طردني يبدأ ان هو يشوف كل المواقف السلبية اللي جابتها له الجميلة الكاش ميموري، يقعد ان هو يعمل لها بروسيسنج ويحللها تحليل منطقي. فطبعا بالمنطق يقول لك ده استحالة ان انا اقبل في الوظيفة دي. فانت طبعا ساعتها مش داري طبعا بكل الكلام ده، انت بس كل اللي عليك ان انت قاعد سرحان بقالك 5 دقايق عمال بتعيد الشريط المواقف والذكريات اللي جابتها لك الكاش ميموري قدام عينيك، تمام. وفجأة تلاقي نفسك لا والله انا شكلي مش هقبل في الشغلانة دي، انا مش مؤهل ليها، فشكلي كده مش هقدم، لا خلاص. تروح جاي قايم وقافل اللابتوب وتكمل يومك ولا اي حاجة حصل. للأسف يعني دي القصة الحزينة اللي بتحصل مع كل واحد فينا لما بيقرر ان هو يعمل حاجة جديدة هو ما عملهاش قبل كده او ياخد قرار جديد في حياته للأحسن. فأول حد هيقف قدامك وانت بتعمل الحاجة الجديدة دي هو مخك، لان طبيعة مخك زي ما انا حكيت لك بالتفصيل بيحب ان هو يريح جسمك، بيحب ان هو يريحك، بيحب ان هو ما يكسفكش، بيحب ان هو يخليك دايما تفكر في كل حاجة بشكل منطقي. وده طبعا غلط جدا لان مفيش حاجة بتمشي كده وانت عمرك ما هتعرف تحسبها 100%، وساعات حاجات كتير جدا جدا انت بتحسبها غلط، وممكن تكون حاجة جديدة عليك انت داخل عليها تكون فشلت في حاجة زيها كتير وتنجح في دي عادي جدا. حاجة انت ما كنتش اوير بيها 100% وتنجح فيها برضو. هي مش 1+1=2، لا مش كل حاجة بتتاخد بالعقل، لا في حاجات لازم ان انت تمشي الدنيا فيها، يعني ما تفكرش كتير وتجو اون في القرار ده، لان انت لو سمعت عقلك في كل حاجة والله عمرك ما هتعمل اي حاجة ابدا يعني. طيب ايه الحل بقى؟ يعني احنا عرفنا المشكلة، الحل بقى ايه بقى؟ الحل في 3 حاجات. اولا يا اما تحاول ان انت لما تعرض عليك حاجة جديدة كده تاخد قرار سريع جدا، ما تفكرش. يعني انا مش عايزك تفكر، المخ ده ما ينفعش ان هو يفكر، او فكر لمدة دقيقة مش 5 دقايق، دقيقة واحدة بس. اول ما تلاقي نفسك بتقول تمام جون على طول 1 2 3 4 5 وتروح جاي واخد القرار على طول، وما تسيبش مخك يسرح في كل الحوارات اللي انا قلت لك عليها دي، لانه لو سرح هضيعك. فانت اذا عزمت فتوكل على الله، يعني فكر دقيقة
وخد قرار على طول يا باشا. تاني حاجة ممكن ان انت تعملها، بما ان الكاش ميموري الجميلة دي بتقعد تعمل سيرش على المواقف القديمة في الروم عندك وتجيبها لك في الرام عشان البروسيسور بتاعك يبدأ ان هو يبص عليها، فاحنا ممكن نعمل حاجة ظريفة جدا. بما ان الرام مساحتها صغيرة تمام مش كبيرة، فانا لو مليت الرام دي على اخرها، الكاش ميموري هتقعد تجيب لي مواقف قديمه مش هتبقى عارفه تحطها فين. فاهم ليه؟ لان انا مليت الرام اوريدي خلاص. فانت حاول على قد ما تقدر ان انت تملى الرام بتاعتك دايما بمواقف حلوه. يعني ايه؟ يعني انت اول ما تشوف مثلا شغلانه مثلا لو عايز تقدم عليها، في ثانيه اول ما تشوفها كده اقعد تفكر في الحاجات الايجابيه، اقعد تفكر ان انا بعرف اعمل كذا وبعرف اعمل كذا وكذا، او عملت الحاجه الفلانيه دي كويس جدا والمدير بتاعي شكر فيا في الحاجه دي، وقدمت على الشغلانه دي ودي ودي واتقبلت في دي وديت كنت هقبل فيها، وانا واخد كورسات كتير والناس دي بتشكر فيا او مش عارف ايه. املى الرام بتاعتك بالمواقف الايجابيه بحيث ان يكون دي المواقف اللي هيبص عليها البروسيسور وهو بياخد القرار، فتشجعه بنسبه كبيره جدا جدا ان هو ياخد القرار ده. تالت حاجه ودي حاجه بتاخد وقت شويه تمام، ودي ممكن تشتغل عليها، ان انت تحاول ان انت تعمل انجازات صغيره مشابهه للحاجه اللي انت عايز تعملها. يعني سي مثلا انت عايز تقدم على شغل، فبالتالي بتقعد مثلا قبليها بمده بشهر ولا بشهرين تبدا ان انت بقى تاخد كورسز تمام، تبدا تسال ناس كتير قوي عن الشغلانه دي، تبدا ان انت تذاكر كويس، تقدم على شغلانات تانية كتير، تروح انترفيوز كتير قوي، تعرف معلومات كتير قوي عن الشغلانه دي. فكل الانجازات الصغيره اللي انت بتعملها دي عماله بتتخزن في الذاكره الكبيره بتاعتك او العقل اللاواعي، بحيث ان انت لما يجي الموقف ان انت وانت بتقدم بقى في الشغلانه وتيجي الكاش ميموري الجميله تقعد تعمل سيرش في العقل اللاواعي، فتلاقي الحاجات الصغيره اللي انت عملتها دي كتير قوي، فتقعد تديها لك تحطها في الرام، فالبروسيسور لما يجي يبص يلاقي ان انت فعلا عامل انجازات كتير فيدعمك جدا ويقول لك انت قرارك ان شاء الله هيكون صح وجو اون يعني وقدم في الشغلانه. بس يعني هما دول تقريبا الثلاث حاجات اللي المفروض ان الواحد على الاقل يعمل حاجه منهم عشان العقل بتاعه ما يسيطرش عليه في ان هو ما ياخدش قرارات كويسة او صح في حياته، او ان هو يعرف ان هو يعمل حاجات جديدة في حياته ما عملهاش قبل كده. فبعد كده لما تتحط في الموقف ده اعرف كويس جدا ان انت تحت سيطرة عقلك، فلازم تتخلص من الموضوع ده بسرعة جدا. لازم تكون اوير بالبروسيسنج اللي بيحصل ده عشان تعرف تسيطر على نفسك. فالموضوع ده مهم جدا جدا، لازم تاخد بالك منه، وان شاء الله اشوفكم على خير بإذن الله.